انا ما شفتش التقرير اللي حضرتك بتقول طب عليه. انا عندي خبر على وشك حلو استاذ ياسر. قول. عاجل القاء القبض على محمد البلتاجي. مين المصدر؟ مصدرك ايه يا استاذ؟ مديرية امن الجيزة. توكل على الله. حلو ها؟ يعني اي شخص يرفع السلاح ضد المصريين، اي شخص يرهب المصريين ويحرض عليهم، فانه يجب ان يقف امام القانون، ويجب ان يلقى محاكمة عادلة امام قاضيه الطبيعي. فاذا فيما يتعلق بهذا الخبر ان شاء الله يكون الخبر سليم، لانه احنا كل الاشخاص الذين رفعوا السلاح ضد المصريين او حرضوا على قتلهم يجب ان يتعرضوا للمحاكمة، والمحاكمة يجب ان تكون عادلة وامام القاضي الطبيعي. اما بالنسبة للموضوع اللي حضرتك كنت بتشير اليه، انا لم اشاهد تقرير البي بي سي الذي اشرت حضرتك لانه البي بي سي بتكشف او بتدين نفسها، لكن انا اعرف انه البي بي سي تغطياتها في بداية الازمة وحتى ايام قليلة فاتت كانت منحازة زي ما السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم وآخر الأخبار من التلفزيون المصري. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام في إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمد البلتاجي الصادر بحقه عدد من قرارات الضبط والإحضار من قبل النيابة العامة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمد علوي موفد تلفزيون المصري إلى وزارة الداخلية. محمد، يعني نريد أن نعرف تفاصيل عملية إلقاء القبض على البلتاجي إذا سمحت. في البداية تحياتي إليك ياسر وللمشاهد الكريم، وتحية عطرة إلى جميع الشعب المصري. بالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة البواسل من إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وننفرد بالمكان اللي تم إلقاء القبض عليه. تم إلقاء القبض على محمد البلتاجي في أحد المنازل بقرية ترسا بمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة. تم إلقاء القبض على محمد البلتاجي داخل أحد المنازل بقرية ترسا بمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة. الحقيقة كان مختبئ داخل أحد المنازل، ولكن التحريات والمعلومات اللي أكدتها التحريات تم بالفعل إلقاء القبض على محمد البلتاجي. بنأكد من نصف ساعة تقريبا، وانفردنا بعاجل القبض على البلتاجي، وننفرد أيضا اللي تم إلقاء القبض عليه. يعني الحقيقة محمد البلتاجي خد وقت شوية عقبال ما تم إلقاء القبض عليه، ده لأن هو الكثير ما يعرفش إن محمد البلتاجي هو المسؤول الأمني عن جماعة الإخوان المسلمين. كان يعني اتخذ بعض الحذر، ولكن رجال الشرطة البواسل ومديرية أمن الجيزة الحقيقة تمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد عملية رصد ليه من خلال التحريات والمشاهدة وشهود العيان. وهنا أيضا نتقدم بالشكر للمواطنين الشرفاء اللي ساعدوا بشكل كبير رجال الشرطة في إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمد البلتاجي. في الواقع محمد، يعني قد يسأل الناس، وهذا سؤال أكيد بيطرح نفسه، حتى ليلة أمس كان محمد البلتاجي يظهر عبر شاشات الجزيرة ويلقي كلمات، وربما يعني تكون مفاجأة أنه في اليوم التالي مباشرة تستطيع قوات الأمن إلقاء القبض عليه، فيما يبدو أن يعني قوات الأمن كانت تعمل بشكل يعني قوي وسري في نفس الوقت. بالفعل ياسر، وهي دي الجهود الامنيه، وهم دول رجال الشرطه اللي ما بيتكلموش قد ما بيعملوا. بالفعل يعني كان تم رصد لمحمد البلتاجي داخل احدى المنازل بالقريه اللي اشرنا اليها، لكن وهو اللي كان بيقوم من خلالها يمكن في عمليه القاء البيانات لاحدى القنوات. لكن هنا بنؤكد على اصرار رجال الشرطه وعلى شغلهم وعلى دقه عمل رجال الشرطة. تم عمل مش كمين، أكتر من كمين، وتم تأكيد المعلومات، وتم بالفعل إلقاء القبض عليه. ما حصلش أي يمكن مقاومة منه، لأنه رجال الشرطة بغتوه، ورجال الشرطة يعني قاموا بدورهم بالحقيقة. بتوجه بالشكر للواء كمال الدالي مدير امن الجيزه، وايضا سيد اللواء اشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع الامن المركزي. الشكر كل الشكر لمن قام بالقاء القبض على محمد البلتاجي بهذه السرعه وفي هذا